الهجره الاولى ديالي هو انني خديت الباك كجميع اي طالب واقيلا مغربي باغي. كما كتشوفوا دابا ديما كاين واحد الموسيقى، الناس فرحانين ربما. في اسبانيا ملي خرجت اول مره في المغرب مشيت نقرا الاركيتكتور، ومن بعد واحد المده بعض المرات كتجي كيتجمعوا الدراري بالجيتار ولا كيهضروا على مواضيع. اللي نقدر نقول هو في الدراسه انه النيفو هنايا تقريبا بحال ديال اسبانيا، غير هو مختلف لان الاساتذه هنايا. حنا دابا كنتواجدوا في فافيل كاستيل اللي هو كان واحد القصر ديال الملوك البولنديين، خاصك تكون محظوظ بزاف باش تشوف. ها هو. السلام عليكم خويا فهد، برنامج مغربي في الغربة. نهار كبير هذا، مغربي في الغربة. مرحبا بكم في مدينة كراكوف البولندية. معكم فهد من مدينة سهلة، 25 سنة، حاليا مقيم في مدينة كراكوف من أجل واحد تجربة خاصة ديال إيراسموس الدراسة. ياك دابا ضربنا شوية على القصة ديالك، ولكن خويا فهد قلنا فين كنتواجدوا حنا دابا بالضبط؟ حاليا كنتواجدوا في واحد المحطة الرئيسية ديال كراكوف اللي هي فين كيتواجدوا القطار، الطوبيسات، اي شيء. هذه هي نقطه البدايه ديال مدينه كراكوف، واللي كتواجد في واحد الساحه اللي كتسمى غاليريا ديال كراكوفسكا. خويا فهد هضر لنا شويه على هذه التجربه الخاصه اللي جيتي ليها. ايراسموس واحد البروغرام اللي كتوفر لك الجامعه ديالك على حسب الدوله اللي انت فيها، انك تمشي في واحد التجربه ديال تقريبا يما من 5 شهور حتى عام تقرا في واحد المدينه او جامعه اخرى اوروبيه. في الكاسو ديالي انايا في الحاله ديالي جيت من اسبانيا، من الجامعه ديال سلامانكا لكراكوف، وكل جامعه تيكون عندهم واحد الوجهات. يعني مثلا الجامعه اللي تكون في مدريد ما يكونش عندها نفس الوجهات الجامعه ديالي انا في سلامانكا. ربما انا عندي كراكوف والبرتغال والمانيا وبلجيكا، وكاين كنتي كتقرا في مدريد ربما يكون عندك شي وجهه مثلا السويد، الدنمارك، هولندا ربما، او حاجه واحده اخرين على حسب الجامعه الاكوردوس اللي عندها مع اوروبا. اوكي، كيفاش كيديروا هذا الطلب مثلا الناس اللي ما عارفينش كيفاش يقدروا يعدلوا هذا الطلب ديال ايراسموس؟ كيكون في واحد الفتره تقريبا في اكتوبر في كل جامعه تيكون عندهم في الطابلون تيكون معلق داك الشيء، وتيتصل واحد الايميل بانه كاين واحد المنحه ديال انك تمشي تقرا في واحد دوله واحده اخرى، كيعطوك واحد القدر من المال على حسب الدوله اللي انت فيها. كاين واحد بحال نقولوا واحد الجدول ديال الدوله اللي غتمشي ليها واش فيها غاليه المعيشه ولا رخيصه. بالنسبه لكراكوف شحال مثلا كيعطيو تقريبا 200 الاورو، حيث هي من الطبقه الثالثه اللي هي اقل شيء. الطبقه الاولى نقدروا نقولوا الدنمارك، فنلندا، السويد، المعيشه رخيصه تيعطوك تقريبا حتى 300 الاورو. والوسط ما بين المانيا فرنسا 250، والدول اللي هما في الطابله سي يعني 200 الاورو. اوكي، يعني انت جيت لهنا على طريقه ايراسموس. ضل لي شويه يعني على الهجره ديالك الاولى، يعني من المغرب لاسبانيا، كيفاش كانت معلوم. الهجره الاولى ديالي هو انني خديت الباك كجميع اي طالب واقيلا مغربي باغي يحسن شويه من الظروف ديالو. كانت عندي فكره انني نمشي نقرا في اوروبا، وبالمكتب خرجت الوجهه ديال اسبانيا. اولا خاصك دير واحد الامتحان اللي سميتو سيليكتيفيداد، كتقراه من بعد الباك، اللي هو بحال واحد الكونكور عادي كتقرا ليه فيه المواد اللي كنت كتقرا في الباك، اللي هما الرياضيات، اللغه الاسبانيه، الفلسفه او التاريخ. حاجه عاديه انه تقدر تقرا ليه وتنجحوا عادي جدا. ومن بعد ملي كتنجح هذا الامتحان هذا كتدفع للجامعات من المغرب، كتدفع للجامعات الاسبانيه، مثلا كنهضرك على الحاله ديال اسبانيا. وملي كتقبل الوغ صافي كتكونتاكتي ديريكتومون مثلا داك الجامعه اللي بغيتي تمشي ليها، وكتبدا في مراحل ديال الفيزا. يعني نقولوا هذه الطريقه يعني زوينه الواحد اللي يقدر يدخل بها لاوروبا على طريقه الدراسه. عن طريق الدراسه بالفعل، عن طريق الدراسه، لانه خاصك تكون عندك الباك، يكون عندك واحد الهدف انك باغي تقرا، باغي نقولوا شغوف الوغ، وباغي تتبع هذا المسار هذا اللي هو انك تجي تقرا. من بعد ملي كتمشي لاسبانيا كتبدا القرايه في الجامعه. الا ما عجبتكش كاين فرصه واحده اخرى انك الا جاتك غاليه ولا الا جاتك الجامعه ما بغيتيش تضيع مثلا 4 سنين ولا 5 سنين باش دير الماستر، ربما تقدر دير واحد الكرادو سوبيريور اللي هو كيكون بحال التكوين المهني في المغرب، وفيه تعطي نفس الظروف تقريبا نفس الظروف انك تقدر في مجال الشغل. في اسبانيا ملي خرجت من اول مره في المغرب مشيت نقرا الاركيتكتور، ومن بعد واحد المده بدلت الانجينيور دانفورماتيك. علاش كان هذا التغيير هذا؟ لانه كنت في الصراحه النهار الاول كتكون تائه، اول مره غتمشي تقرا، وعاد من بعد كتعرف اللي بصح شنو باغي تقرا. من بعد النصيحه ديالي هو انه الواحد ديما يثق في نفسه ويحاول، ماشي يرغم والديه وانما بلاتي هي احسن. يقول والدي شوف انا باغي نقرا هذه الحاجه وغادي نحس براسي احسن الا قريت درت هذه الحاجه. هذه النصيحه اللي
يعني نقولوا الواحد يختار المجال بالضبط شنو اللي غيرتاح فيه. في النهار الاول كاين واحد الاحتمال ديال 90% ما غاديش تكون صعيب في الاختيار ديالك، وانما مع المده غادي تولي تحس براسك بانه بحال نقولوا كتنضج، والقرار ديالك شنو ما كينضجوا، تشوف شنو باغي تكون انت في المستقبل. في الاول كيكون واحد شويه ديال بحال نقولوا الغربه وداك الشيء، وكتقول غير نقول بسم الله. شنو هو الدومين اللي كنت اخترته في اسبانيا؟ الاركتيكتور، الهندسه المعماريه. أوكي. ومن بعد لانجينيور، من بعد تما بدلت في اسبانيا، بدلت لانجينيور دانفورماتيك، الهندسه المعلوماتيه، اللي هو كترتاح فيها اكثر. اللي هو كنرتاح فيه اكثر. وملي كنحفظ تنكون باغي نمشي نحفظ، ماشي غير باش ننجح، باغي نضيع الوقت في داك الشيء، باغي انفيرتي الوقت ديالي في الدومين. وهنا في ايراسموس جيت يعني في نفس المجال. في نفس المجال، هو بحال قلت لك قبيله غير واحد التجربه ديال انك كتاخذ شي مواد من الدوله ديالك اللي جيتي منها، وكتجي تقراهم هنايا، وباش تعرف واحد اهم شيء ماشي على القرايه كتجي هنا، وانما على التفتح ديال الثقافي، وكتعرف الناس، كتعرف كيفاش عايشين، كيفاش تيقراو. وربما تقدر تلقى الوجهه ديالك اللي كنتي كتقرا وما عارف شنو دير، ربما هنا كتلقى بناس اللي يقدروا يوجهوك، تقدر دير صداقات ديال اللي يقدروا يدوموا الحياه كامله، شحال من حاجه. وهذا هو اللي زوين يعني في هذا الاتحاد الاوروبي اللي كنقولوا عليه، كيكون التساهلات يعني تقدر تنقل بين بالفعل ما نقدرش ننفي هذه الهضره هذه، لانه الاتحاد الاوروبي كما السميه كتقول هو اتحاد، والاتحاد قوه. اي حاجه عندك الحق تمشي تقرا، عندك تمشي دير اي حاجه، اي مساعدات. وبالفعل ما كاينش غير هذه ديال ايراسموس، في اي دوله كيكون واحد المنحه واحده اخرى انهم تيقدروا تمشي تخدم على برا الدوله ديالك، وهما تيخلصوك وتيوفروا لك اي حاجه. ماشي غير في اسبانيا، في جميع الدول. كما كتشوف كنا غير كنتجولوا واحد شويه في هذا البارك، وسولتيني على هذا على باوتشكي. كما اي بارك كتلقى واحد المعلمه ديال شي كاتب ولا شي شاعر، لان هذا اصلا واحد الكاتب معروف هنا في بولندا، ورموز من ديال رمز من الرموز ديال شنو سميتو؟ بافوتشكي. وهما تيقدسوا هنايا بزاف الفن، تيقدسوا الكتاب، تيقدسوا الشعراء. وديما غتلقى في كل سيمانه شي ايفنت، شي حاجه ديال كيهضروا على شي كاتب، تقدر تمشي مجانا. كنتواجدوا حاليا في المين سكوير كما كتشوفوا. وإلا لاحظتي اخي مراد، ديما غتلقى هاد بحال البوستوش ديال هاد الكوميده هذه، اللي هي بالنسبه لنا حنا مغاربه راه غير خبز عادي شويه ديال الجنجلان وما عرف واحد الحاجه فوق، ولكن هما بالنسبه لهم واحد الرمز كبير، لانه في واحد الوقيته كانت عندهم مجاعه، وكان الناس كياكلوا غير هاد سميتو البيغل، غير تياكلوا غير هو بحال وجبه رئيسيه في واحد الوقيته ملي كانوا الكومونيزم هنايا. شنو سميتها بالضبط هذه؟ فيغل يمكن. What is the name of this? فيغل. Vegan, yeah. Can you give me one? One? Yeah. Stem? Yeah, normal. Black? Yeah. الذوق ديالو بحال الخبز العادي يعني. بحال الخبز العادي، ما كاين حتى شي فرق. غير هو هنايا مفتخرين بانه كانت واحد الوقيته واحد الوجبه رئيسيه ديالهم. اما هو الخبز ديالنا احسن منه ب1000 درجه. يا خويا فهد، بغينا نعملوا واحد المقارنه بسيطه بين اسبانيا وبين بولندا مثلا في الدراسه. مقارنه اللي نقدر نقول هو في الدراسه انه النيفو هنايا تقريبا بحال ديال اسبانيا، غير هو مختلف لان الاساتذه هنايا شويه تقريبا بحال نقولوا موي ستريكتوس، كيفاش نقول يعني من صارمين. القرايه كتبدا هنا تقريبا مع 7:30 الصباح، بعض المرات مع 7:30 كيكون باقي الظلام بكري، وكتلقاهم واقفين وكيتسناوك في القسم وكل شيء. والمقارنه الثانيه هو انه هنا في الناحيه ديال المعيشه تيقولوا انها رخيصه، ولكن ما هاد المدينه هذه مدينه جامعيه يعني فيها طلاب بزاف، ما شفتش انه ما بانتش ليا رخيصه مقارنه مع اسبانيا، لانه المنتوجات اللي كاينين هنايا في السوبر مارشي كتلقى بانه كاينين واحد بحال المنتوجات قلال، بحال مثلا اللي مشيتي غير مثلا البلاصه ديال السكريات ما غتلقاش انه تيحرضوا عليك انك تشري، لان غتلقى واحد الاختيارات بسيطه. وربما هذه كانت واحد بحال نقولوا فكره ديال الحكومه انه بنادم يقلل من انه ياكل داك الشيء ديال السكريات اللي هو كيضر بالصحه. ومن ناحيه ديال المقارنه الكبيره هو الناس، هنا الناس شعب بارد بزاف. اوروبا الشرقيه تقريبا الا ما هضرتيش معاهم ما عمرهم ما غيهضروا معاك، واخا تكون غير انت بوحدك في هذه الدوله هذه. مع اسبانيا انك
تكون غير واقف وشي واحد يقدر يقول لك صباح الخير ياك ويضحك معك. هنايا يقولوا مثلا هذا ربما على الجو حتى هو كيلعب دور كبير، لان هنايا تقريبا في هذه الوقيته هذه 4:30 كيكون الظلام، تيكون واحد شويه ديال الديبرسيون الواحد والبرد، وتام ربما من الناحيه ديال الشعب ما هاد الدوله هذه ما بقاتش كلشي ساهل، داز بزاف الحروب، دازوا بزاف ديال الامور اللي مشاكل سياسيه ومشاكل، ولحد الان راه كاين مشكل حاليا دابا. استاذ البارح قال لنا ردوا البال حيت كاين واحد التصعيد في الجهه ديال الشرق ما بين بيلاروسيا في الحدود، كاين واحد التصعيد، يعني كاين واحد قال لنا ما تخرجوش من الدار بزاف، ما تحاولوش تسافروا، لانه كاين واحد شويه غيمشيو الميليتاريست تما وغادي تكون حاولوا تكونوا بي كيرفول قال لنا، يعني ديما كاين واحد التصعيد وبنادم ديما هنايا واخد الحيطه والحذر. كما لاحظتي معنا اخي مراد اليوم حنا كنجولوا شويه في هذه المدينه هذه، وكاين بزاف ديال المعالم الاثريه، بزاف ديال المتاحف، كتحس براسك بانك غادي مسافر في وسط متحف ولا في واحد الحقبه زمنيه واحده اخرى. المثير في الاهتمام ديال في هذه المدينه هذه هو انك غتلقى ديما مثلا مكاتب اسبانيه بحال مثلا سيرفانتيس او مكاتب فرنسيه، وحنا ما كرهناش كون كنلقاو شي حاجه اللي تمثل او لا تفكرنا في البلاد في المغرب هنايا في العالم، انه شي حاجه كتمشي لاي ركن في البلاد في العالم عفوا وغتلقى شي حاجه اللي تبريسنتي هذيك البلاد او لا كتمثل. لحد الان انا ما لقيت حتى شي قهوه، ربما حيت باقي ما عرفتش مزيان، ولكن حاولت نقلب، والدراري اللي معايا في الجامعه هما كيقلبوا حيت عارفين الماكله ديال المغرب زوينه، ولكن مازال ما لقيناش. هذه فرصه للمغاربه، هذه فرصه للمغاربه انكم تجيو تستثمروا هنا في بولندا، راه كاين ما يدار. حنا دابا كنتواجدوا في فافيل كاستيل اللي هو كان واحد القصر ديال الملوك البولنديين اللي كان تبنى في الحقبه ديال كاسيميرو الثالث الاكبر اللي كان تقريبا في القرن السعود. وكتقول الحكايه او القصه ما عرفتش واش بصح ولا لا، انه كانوا تنانين، ما عرفتش الجامع ديال التنانين كي بحال تيقولوا بروتيكتيو تيحميو هذا القصر باش ما يوقع عليه حتى شي حاجه. الحكم كان بحال وراثي، يعني ملي تيموت الملك كيخلي ولده عاوتاني انه ياخذ القياده ديال الكاستل. العديد من الملوك وهو رمز من الرموز الكبار ديال هذه المدينه هذه، وكيتواجد بالقرب من واحد الواد فيسوا اللي جاي من بيلاروسيا وتيواصل حتى لكراكوف. وفي نفس الوقت الى لاحظتوا هنايا عندنا بحال المشهورين اللي دازوا من كراكوف اللي هما الاكثريه ديالهم ممثلين و يعني مشاهير عالميه خلاو البصمه ديالهم هنايا كما كتشوف، بحال اللي كنشوفوا مثلا هنايا سكورسغورد واحد الممثل سويدي مشهور بزاف حتى هو كان هنايا في كراكوف. وكلاوديا كاردينالي هذه ممثله مشهوره في ايطاليا اللي كانت ولدت في تونس، كاين بزاف الافلام ديالها معروفين. الغريب في الامر هو انه ديما تلقى الناس هنايا كيساينوا حيت هذا التنين ديما تيخرج منه العافيه، ولكن ما تنعرفوش فوقاش، تقريبا كل 3 دقائق 4 دقائق كيخرج واحد تقريبا شي 5 ثواني العافيه وكتغبر، ولكن خاصك تكون محظوظ بزاف باش تشوفه. ها هو واو. دابا كنتواجدوا في الحي الجامعي ديال بوليتكنيكا كراكوفسكا اللي هو المعظم ديال الطلبه كيكونوا هنايا من مختلف الدول. تقريبا مثلا في العماره ديالي كاينين من اوكرانيا، روسيا، تركيا، اليونان، جميع الطلبه تيجيو لهنايا لانه هذا هو الحي الجامعي الاكبر اللي كاين في كراكوف. ومن ناحيه ديال الثمن جامعي واحد شويه طالع ولكن مزيان، تقريبا شي 120 اورو تقريبا لهذا اللي انا فيه، و 120 اورو في الشهر غاليه بالنسبه للطلبه، ولكن الا كنتي جايب واحد المنحه اللي كيعطوك 200 المهم كتقدر تعاون واحد شويه وصافي. كنت محظوظ انني جات فيا هاد العماره هذه اللي هي من احسن ليون. كنصح الدراري يختاروا ليون لانه كل شيء فيها جديد وفيها جميع داكشي اللي كتبغي، لانه كانوا الدراري صحابي اختاروا وحده اخرى وما جابش الله لانها خايبه بزاف، ديبرسيون فيها الداخل. نقدروا ندخلوا نشوفوا اييه كما كتشوفوا هنايا عندنا جميع الاماكن الترفيهيه، مثلا الباسكيت، البينبون، الفوليبول، كره القدم. عندنا حتى الجيم تحت من كل عماره عندنا الجيم كامل داخل انكلويدو في البريسيوم، يعني في الثمن اللي كتخلص ما خاصك تخلص والو، الماء والضوء الويفي
كل شيء في نفس الثمن. يعني سيستم زوين، سيستم مخير، جميع الامكانيات الواحد كتخلص 120 اورو وكتنسى جميع. يعني انت بالنسبه للطالب واحد لوبسيون زوينه، لانه ما غاديش النهار الاول اللي مشيتي كريتي على برا خاصك الموضوع الكاليفاسيون، يعني باش الشوفاج الانترنت وانت ما عارفش اللغه. يعني كنصح بزاف ان الطلبه يجيو ديريكتومون يختاروا الحي الجامعي، يخلصوا ينساو عليهم. هاد الاماكن فين كاينين دابايا مختصين في بعض المرات كتجي كيتجمعوا الدراري بالجيتار ولا كيهضروا على مواضيع ولا يجلسوا غير يتشمشوا شويه. فديري لنا بزاف المرافق فين تقدر تجلس واحد يرتاح شويه، تهبط من العماره ديالك وتنسى عشان تخرج من الروتين ديال القرايه. تجي هنايا تعمر، تعرف ثقافات واحد اخرين، تهضر مع ناس، تسولهم. هنا الناس زعما الصراحه الطلبه كاملين تيعطوك وقت تيهضروا معاك الا هضرتي الا كنتي مؤدب وكل شيء، ما كاينش مشكل. كل واحد جاي من واحد الدوله يعني. جاي من واحد الدوله. وكنصح لونجلي لغه التواصل، ما كاينش شي يكذب عليك كذاب. مرحبا بك، غادي نوريك كيفاش الحياه ديال الطلبه. هذه طاحت فيا، جات فيا واحد الشومبر دوبل مع كنبارطاجي مع واحد الفرنساوي الله يعمرها دار. وهذا هو المكان ديالي والبيسي وفين تنقرا وفين تنقضي الحفاظه تنقضي ولا غير تضيع الوقت. خليها في الكواليس ضروري. خويا فهد، الثمن ديال هذا الشوم شحال قلت لي؟ تقريبا 120 اورو. وكاينين واحد اللي كيكون خاص تكون محظوظ بزاف باش يطيح فيك، تكون عندك شومبر ديالك بوحديتها، كتكون الثمن شي 135. ما كاينش شي فرق، وانما على حسب انت وزهرك. ولكن الحمد لله طاح فيا الله يعمرها دار، كالم، كل شيء مزيان، زعما عايشين هنايا بخير. تنمشيو نقراو وتيقرا معايا في نفس اليونيفرسيتي وفي نفس الكارير. يعني جات فيا مخيره كنديروا يعني مونسي مع بعضياتنا، تنقراو مع بعضياتنا وصافي. كتلقى الشومبر فيها كاع داكشي اللي خاصك، الماريو النبيره ديالك وكل شيء. هذه هي الكوزينه كما كتشوفوا، عندك كل شيء هنايا. عندك البلاصه ديالك تقدر تسد بالساروت على داكشي اللي خاصك. وكاين هنايا الا بغيتي زعما البلاستيك، الوراق، الحديد، كل شيء زعما داكشي مرتب. والكوزينه ديالنا الصراحه كتلقى نقيه، حيت كيجيو داك لي فام دي ميناج كل صباح تينقيو كل شيء، تينقيو السطوان وهذاك الشيء. وهنايا تقدر تجيب صحابك ولا تعشى انت وشي واحد. عندك هذه البلاصه هذه، وعندك البلاصه فين تقدر الناس اللي كتكمي مثلا تقدر تجي هنايا، وعندها ليسباس ديالها فين تقدر تكمي وتقضي الغرض. كل شيء منظم. وهنايا الصراحه ملي كتجي مثلا طيب شي حاجه كتلقى بنادم يعني كيجي كتهضر معاه، كتكون كتشاركوا اي حاجه يعني في المطعم. ملي كتلاقاو انا كتحاول تهضر مع البلاد ديال المغرب ولا يعني تنحاول ديما تنقول لهم تيهضروا لي فين منين كنتايا، تنقول لهم انا من المغرب. فين جات المغرب؟ تيعرفوا مراكش، تيعرفوا فاس، تيحاولوا انهم يتقربوا من الثقافه ديالنا لانها ثقافه مختلفه بزاف. تنقول لهم الا جيتوا للمغرب مرحبا بكم، غير قولوها لي وغادي نبلوكيكم في التليفون ان شاء الله. اكثر حاجه مثلا اللي كيعرفوا علينا حنا في المغرب ولا على المغرب شنو كتكون؟ تيقولوا لي واش نتوما مسلمين، واش زعما شنو هما زعما الاعداد ديالكم. كيسولوا واش كنمسلموا، شنو كيكون الجواب ديالك؟ تنقول لي بالطبع حنايا دوله مسلمه كاينه حريه زعما ماشي متشددين، زعما تقدر تمشي لتما تعيش حياتك بحال عايش في الاوروب. كل واحد زعما دايها في راسو. دابا اجي نوريك فين تقدر تغسل، يعني دير تصبن وتنشف. خاصك بحال المصبانه عندك في نفس البلاصه. الوغ كاينه هنايا فين كتنشف، وهنايا كتجي كتصبن. عندك تقريبا شي 3 سوايع كتصبن وكتنشف وعندنا في الجهه الاخرى فين تقدر تنشر الحوايج ديالك. يعني كتشوفوا مهتمين كل شيء باي تفاصيل كاينين، ما عندكش مناش تشكى اي حاجه عندك في نفس الاقامه ديالك. كما كتشوف دابا هي 4:30، ولكن مع 4:15 بدا الظلام تيطيح بحال غتحس براسك بحال قصير بزاف. خاصك تفيق بكري، كما تيقول المثل فيق بكري بدا بشري في بولندا. هذا المثل كاين. ما حدك جيتي لكراكوف ضروري نضربوا شي دوره بالكوتشي ديال هنايا، لانه بالفعل تستحق وغادي يعجبك الحال. ياك نعم. شحال الثمن ديالها؟
تقريبا 100 زلوتي 15 دقيقه، ولكن نقدروا نتشطروا حنا مغاربه. اللي هي بشحال 100 زلوتي تقريبا شي 21 اورو بالصرف ديال دابا. ثانك يو. او ماي جاد وير از ثانك يو. شحال خلاتو لك؟ بنص الثمن 50. يعني كاينه القضيه الواحد يقدر يتشطر معلوم خاصك تشطر، وحنا مغاربه كنتشطروا في كل شيء، جبنا لهم التشطار حتى لهنايا. يلا على بركه الله. يلا بسم الله. كما كتشوفوا دابا ديما كاين واحد الموسيقى، الناس فرحانين ربما بهذا الجو التعيس كيحاولوا يخلقوا شويه ديال الفرحه. وديما ما تنساوش دعاء السفر الا بغيتوا تسافروا، ديما يا ربي نسافر من المغرب. كما كتشوف دابا حنا نضربوا واحد الدويره في المين سكوير ديال هنايا اللي هي بحال واحد الساحه كتكون كبيره. على فكره هذه الساحه هذه من اكبر الساحات اللي كاينين في اوروبا تقريبا. كنظن واقيلا ماشي من اكبر الساحات، هي اكبر ساحه واقيلا كاينه مفتوحه في اوروبا. هي كبيره بزاف، يعني تقريبا الدوره غادي تستغرق واقيلا شي 5 دقائق بالكوتشي اللي هي كبيره. وكنشوف هذا واحد الميركاتو، يعني بحال واحد اش نقول لك، سوق تقليدي فيك تقدر تشري لي سوفونير هنا في كراكوف. اللي كتشوفوا هنايا هو الشارع الليلي بامتياز فين كاينين جميع الحانات. هاد الكنيسه اللي كتشوفوا هنايا اللي هما جوج ديال الصومعات، هما جوج ديال الخوت اللي كانوا باغيين يتنافسوا شكون اللي غيدير صومعه احسن من الاخرى، وواحد قتل الاخر لانه دار صومعه كبر من الصومعه ديالو. والموس ديال باش تقتل معلق في الباب ديال السوق التقليدي اللي كيرمز ديما انه تتفكر بنادم انه كانت واحد الجريمه ديال اخ قتل الخو على وديت المنافسه. من بعد الله سبحانه وتعالى تنتفكر كنبغي نجبد واحد الموضوع، هو انا من بعد الله سبحانه وتعالى والوالده ديالي وماما اللي وقفات معايا ديما كانت في جنبي، تنرسل واحد الرساله خفيفه لعمتي ليلى اللي كاينه في فرنسا اللي هي اللي وقفت معايا، والفضل ديالها انني هنايا في الاوروب وثقت فيا وساعدت معايا اللي ما عمر شي واحد اخر يقدر يساعد معايا. شكرا. وهذه رساله نعطيك، ورساله حتى يعني الناس اللي عندهم عائلتهم مثلا في اوروبا يعني يتساعدوا مع الاخوان. ضروري يعني دير الخير ونساه، ربما ما تعرفش فوقاش غادي يرجع لك بالخير والفضل. كيبان لي وصلنا وصلنا صافي. الجوله كانت زوينه بزاف. معلوم. خويا فهد كنشكرك بزاف على المشاركه ديالك معنا، عرفتينا شويه على المدينه، شاركتينا اجواء الطلبه هنا في مدينه وارساو. الشرف ليا، ونتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا واحد النهار زوين هنا في كراكوف، وشكرا للمغربي في الغربه، وتنسلم على كاع الناس اللي تيعرفوني وخاصه الوالده. باي باي. اذا مشاهدينا الكرام، كانت نهايه حلقه اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا وخديتوا فكره عن حياه المهاجر المغربي في بولندا. كنبغي نشكر جميع الضيوف اللي استقبلونا وشاركونا بقصصهم. كنشكركم بطبيعه الحال انتم متتبعينا الكرام، وكنعطيكم موعد في حلقه مقبله ان شاء الله، بلاد جديده، مدينه جديده. السلام عليكم. مغربي في الغربة على القناة الرسمية يوتيوب.